ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده على طول وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. قبل ما نعمل اي حاجه كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل النهارده بقى مع بعض كيكه البرتقال بطريقه سهله وبسيطه جدا، والمكونات كلها موجوده عندك في البيت. وكمان بقى ده موسم البرتقال، فعندنا كلنا البرتقال في البيت. او ما بقى بطلي كسل كده، ما تقوليش الحته ساقعه وانا قاعده متدفيه. قومي كده بطلي كسل واعملي، يلا كلا عيالك كده. لو ما عندكيش عيال اعمليها لنفسك عادي. شايفين بقى؟ جميلة جدا. هنا هو تعالوا بقى نعمل المكونات. نقول على المكونات: 3 بيضات، ده نص كيلو دقيق، كوبايتين لبن. كوبايتين لبن ايه، كوبايتين عصير برتقال، بس انا مش هحطهم كلهم يعني. وهنا نص كوباية كده زيت على سمنة. بس يا ريت تكوني حاطة السمنة يعني تكون بدرجة حرارة الغرفة، بس انا مطلعة من التلاجة. وكمان كوباية سكر، كيسين بيكنج باودر، كيسين فانيليا. احب اشكر كل حبايب قلبي اللي داخلين له جداد، وبحب اشكر برضك اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه، ما تحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. حطينا بقى كده 2 فانيليا عشان الزفاره. ولو في فانيليا سايبه، اللي هي السايله دي، حطي برضك، حطي منها معلقه كده ولا حاجه. هنا بقى حطيت برضك معلقه خل صغيره، بتخلي الكيكه هشه وبتشيل برضك اي زفاره البيت او كده. هضرب بقى فيها كويس، يعني ايه، ادوبهم كلهم كده في بعض. كوباية السكر بقى، السكر ده حسب الرغبة. انا كانت كوباية وكان مسكر بالنسبة لي بصراحة. مش غاوية سكريات يعني. بس انا قلت انا مش غاوية سكريات، بس عيالي يعني احرمهم خالص كده من السكر. كوباية سكر يعني متهيألي كويسة على نص كيلو دقيق. كوباية سكر يعني كويسة. بس اللي بيحب السكريات اكتر بقى يزود عادي. شايفين دي سمنة، عشان سمنة بلدي. هي كانت محطوطة عندي في التلاجة وانا ما كنتش عاملة حساب ان انا اعمل كيكة خالص، بس هي ضربت معايا بقى كده بالليل. معلش بقى على الدوشة اللي انتوا سامعينها ديت، انا بايتة عند مامتي ومامتي بايتة على الطريق يعني وكده. ضربتهم كلهم كويس بقى. احط كوباية برتقال، واحط احط نص كوباية كمان. مش حطيت نص كوباية، قلت ايه هشوف برضو القوام بتاع الدقيق يعني وكده. كانت جميلة والله. تعمليها كده بقى تشربيها مع كوباية شاي بلبن، كوباية نسكافيه. حلوة جدا لأولادك، وكمان المدارس هي بعد بكرة تقريبا. عيالك كده يوم يفطروا بقى الصبح مش عارفة ايه، مش بتاخد وقت خالص يا جماعة والله، والمكونات كلها عندنا في البيت. انا بقى احب اعمل الحلويات، احب اعمل كل الحاجات ديت، بس مش غاوية خالص. بس بصراحة بحب الكيكة. حطيت كده بقى البيكنج باودر على الدقيق، وهحط كمان طرف المعلقة كده ملح عشان خاطر السنة بس. بقلبه كله في بعضه عشان ما تبقاش حتة فيها بيكنج باودر وفي لا. ممكن مش بيكنج باودر، ممكن تحطي كشف. انزل بنص الكمية وهقلبها بس الاول كده مع بعض، عشان ما تبقاش فيها حاجة متكتلة يعني. دي كيكة نص الليل. طلعت جميلة والله. يلا بقى انزلي حطي له لايك كده واشتركي لي في القناة،
واكتبي لي كومنتات حلوة زيكم كده يا حبايب قلبي. والله يا جماعة انا فاتحة القناة دي تقريبا كده بقالي سنتين، اشتغلت عليها شوية ولقيت بقى ايه احباط بطريقة رهيبة. مفيش اي تفاعلات خالص، فما اشتغلتش عليها بقى، ركنتها. وبعدين بقى ايه قلت اشتغل عليها تاني، وبعدين بقى فما لقيت كومنتات حلوة وحبايب قلبي ده كلهم بيشجعوني، فحمستوني والله ان انا اشتغل عليها تاني، فعايزة تشجيعات منكم اكتر. وربنا يا رب يوفقنا ويوفقكم ويحسن ما بين ايديكم كلكم. شفتوا قوامها حلو ازاي؟ بعمل الخطوة دي بقى عشان ايه اللي في المضرب كله ينزل. حط بقى نقطة زيت كده او زبدة عادي، يعني اي حاجة يعني الصينية اصلا مش بيلزق فيها حاجة، بس انا بحب احط كده يعني ايه، بأمن نفسي. قبل ما اعمل اصلا اي حاجة، اول ما دخلت المطبخ قبل ما اعمل اي حاجة ولعت الفرن. ودي برضك انا نخلاه قبل ما احطه كده، قبل ما احطه في قلب الطبق انا كنت نخلاه كويس يعني. انا عمري ما استخدمت دقيق الا لما لازم انخله، هو لازم كده تنخل الدقيق كويس، بيبقى حلو في اي شغل انت بتعمليه، في اي قرص بقى، كيكة، اي حاجة. وكمان ايه نظافة برضو يعني تضمني كده. مولعة الفرن بقى على درجة حرارة 180، وهتسيبها كده. انا سبتها نص ساعة بالظبط. شفتوا بقى اما طلعت جميلة ازاي؟ مش عارفة ليه الكاميرا مغمقاها بقى، مع انها ما كانتش غامقة كده، يا لونها حلو. وما بعمل لك يعني كيكاية كده شبه ديت، واعملي كمان بقى كوباية شاي كده جنبها، واقعد تحت البطانية تاني، ما تقوميش. ربنا يحسن ما بين ايدكم كلكم يا حبايب قلبي. شايفين بقى انا رافعه ايديا قوي، وفاكره اللي ايديا باينه في الكاميرا، عماله اقول لكم طريه ازاي، شوفوا هشه ازاي، وعماله اكلم نفسي وانا اصلا رافعاها فوق مش واخده بالي خالص. كنت اطلع لكم اللي في النص دي، والاخر قلت لا انا عايزه اوريهم اللون بتاعها عامل ازاي. نزلي ايدك شويه تحت يا حنان لو سمحت، نزلي ايدك يا حبيبتي. شايفين بقى لونها جميل ازاي وهشه وجميله. اه يا حبايب قلبي بقى تنسوني في اللايك والاشتراك، اكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم كده. اسيبكم في رعايه الله.